بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أهلا بيكم جريد 4، وحشتوني جدا جدا. إن شاء الله هنحل مع بعض النهاردة ليسون 8 من كتاب المعاصر في مادة الاي سي تي. هنركز مع بعض كويس، هنشوف السؤال بيقول ايه، هنترجمه في مخنا وهنحل على طول. وما تنسوش قبل ما نبتدي هنعمل لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. اول سؤال معايا قال لي choose the correct answer. Number 1, when the information needs to be transmitted quickly we will need نقط communication. قال لي لما يكون انا محتاج ان انا انقل المعلومات بسرعة بستخدم انه تواصل. طالما قال لي transmitted quickly هنقل، عايز حاجة بسرعة جدا، يبقى تواصل متزامن. يعني ايه تواصل متزامن؟ synchronous communication. Number 2, asynchronous communication التواصل الغير متزامن is appropriate when an answer requires نقط and preparation. قال لي التواصل الغير متزامن قال لي مناسب لما بحتاج لإجابة يعني بحتاج إجابة إلى الإجابة بتاعتي بتحتاج لي إيه؟ تفكير وإعداد. إن أنا مش عايزة أرد على طول، مش يعني محتاج وقت عشان أعرف أرد. طيب هقول إيه؟ هقول throat. يعني إيه throat؟ يعني فين throat أهي، تفكير وإعداد. كلمة throat يعني تفكير، كلمة preparation يعني إعداد. Number 3, synchronous communication التواصل المتزامن is appropriate between. قال لي التواصل المتزامن قال لي مناسب بين مين؟ قال لي مناسب ما بين الفريندز الأصدقاء، ولا close family، ولا العائلة يعني العائلة المقربة، ولا البيبل الناس عموما، ولا both A and B. طبعا هقوله both A and B. Number 4 نقط doesn't need a quick feedback. قال لي هو مش محتاج لاستجابة سريعة. طالما قال لي not need يبقى أنا بتكلم على asynchronous التواصل الغير متزامن. Number 5, when the information is about sensitive or complex matters we need نقط communication. قال لي لما تكون المعلومات حوالين امور حساسة او معقدة انا بستخدم انه تواصل؟ بستخدم الاسynchronous communication التواصل الغير متزامن. ونشوف مع بعض true or false. Number 1, Facebook is an asynchronous communication method. قال لي يعتبر الفيسبوك، نخلي بالنا من الاسئلة كويس. كلنا عارفين الفيسبوك ولا في حد مش عارفه؟ كلنا عارفين الفيسبوك. ماله بقى الفيسبوك؟ قال لي يعتبر من التواصل الغير متزامن. طبعا هقول له true. Number 2, it's not important to know when each type of communication is appropriate. قالك مش من المهم ان انت تعرف انهي نوع من الاتصال ان انت هتستخدمه. طبعا هقول له false. لازم ان انا ابقى عارفه نوع الكوميونيكيشن اللي انا هستخدمه. طيب في حاجه تانية عايزه اقول لكم عليها واحنا بنشتغل كده، ان موضوع الاسينكرونس التواصل الغير متزامن والتواصل المتزامن الفرق ما بينهم حاجه واحده بس. يعني الاتنين بيتم من خلالهم communication تواصل. الاتنين بقول عليهم communication، نوعين من انواع الكوميونيكيشن. بس واحد انا ببقى عايزة رد فوري وسريع وممكن استخدمه في حياتي اليومية كل يوم، بحتاج لرد سريع. الاسينكرونس عكسه تماما، ان هو في تواصل ما بين الاشخاص وكل حاجة، بس مش بحتاج لرد في نفس في نفس الوقت. قال لي number 3, asynchronous communication doesn't require an immediate response. قال لي التواصل الغير متزامن مش محتاج ان انا مش محتاج استجابة فورية. طبعا هقول له true. number
4 the synchronous connect is between friends and families. قال لي الاتصال المتزامن بيبقى ما بين الأصدقاء والعائلات. طبعا هقول له true. Number 5 there is only one type of communication online. قال لي هو بيوجد نوع واحد بس من الاتصال عبر الانترنت. طبعا هقول له false، انا لسه قايله انا عندي حاجه اسمها تواصل متزامن وحاجه اسمها تواصل غير متزامن. ونشوف مع بعض اسئله بتاعه التدريب فقط. واول سؤال بيقول عندي complete the following sentence with appropriate words in practice. قال لي انا عندي كلمات ما بين البراكتس الاقواس ومن خلالهم هاخد كل كلمه واشوفها تتناسب مع انهي جمله عندي. Number 1 when the information is about sensitive or complex matters we use not communication. قال لي لما تكون المعلومات حوالين مسائل حساسة أو معقدة بستخدم أنه اتصال. طبعا هقول له asynchronous communication، التواصل الغير متزامن. Number 2 online learning. يعني ايه online learning؟ اللي هي التعلم عبر الانترنت. Not includes synchronous and asynchronous methods of communication. قال لي هي طرق اتصال متزامنة وغير متزامنة. طبعا هنا بتكلم على ايه؟ بيئات التعلم عبر الانترنت. كلمة بيئات يعني environments. Number 2. Number 3 synchronous communication is used when the information is not or needs to be transmitted quickly. قال لي الاتصال المتزامن بيستخدم لما تكون المعلومات مالها او بتحتاج لنقلها بسرعة. طبعا هنا بقول على المعلومات تكون عاجلة. كلمة عاجلة يعني ايه؟ urgent. Number 3. Number 4 the internet allows us to not instinctually. يعني بايه؟ قال لي الانترنت بيسمح لي ان انا اتواصل على الفور. طب كلمة اتواصل فين؟ كلمة اتواصل communicate، يبقى دي Number 4. ونشوف مع بعض اخر اسئلة معانا النهاردة. read and write the name of the app or tool. هو طالب مني ان انا اكتب اسم سوري انا اسف للعطل الفني. طالب مني هنا اكتب اسم ابلكيشن او الاداة اللي بيتكلم عليها. قال لي a type of communication used between friends or close family. قال لي هو اتصال بيتم ما بين الاصدقاء او العائلات المقربة او العائلة المقربة. هنا طبعا بتكلم على synchronous communication، التواصل المتزامن. الموضوع يعني سهل جدا، درس يعني يعتبر من اسهل الدروس اللي عندنا في السيم ده. يعني اخر درس الحمد لله ختامه مسك زي ما بيقولوا. درس سهل مفيهوش اي حاجه واسئلته اصلا يعني بسيطه. قال لي a type of communication used when the information is important but not urgent. قال لي هو تواصل بيستخدم لما تكون المعلومات مهمة بس مش عاجلة، يعني مش مستعجل ان انا ابعتها دلوقتي. طبعا هنا بتكلم على asynchronous communication، التواصل الغير متزامن. وزي ما شفنا كده الفرق ما بين synchronous و asynchronous حرف الايه اللي في الاول. كده هنكون الحمد لله خلصنا ليسون 8. درس صغير جدا والاسئله بتاعته حتى الاسئله بتاعته صغيره. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله.